بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله توكلنا على الله. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ صباح، مش عارفين نقول صباحكم فل ولا نهاركم فل ولا ايه بالظبط، لأن احنا الساعة كام الوقت؟ احنا الساعة 4، الساعة 3. الساعة 3 وي. اه، فنهاركم عسل، نهاركم فل. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين. طبعا احنا دلوقتي جيت مع محمد نشوف الأراضي بتاعت البطاطس ديت. زارعين بالنا كام يوم يا محمد؟ بقالنا 43 يوم. 43 يوم. من 27 ديت مزرعة يوم دي مزرعة يوم يوم 26 26. 11. مم. عرفت النهاردة كام؟ النهاردة 10. هتيجي تبص لما تيجي تحسبها هتلاقيك دخلت في ال 44 45 يوم. النهاردة كام؟ النهاردة 10؟ اه 10 و5 15 26 45 يوم. يا عم 45 يوم. ديت التقوى بقى. الشبح. دي الشبع. ديت بقى من زراعتها قعدت 33 يوم. الأرض الشبح ديت ما بتسطرش إلا على 52 يوم بالظبط. مم. تبدأ تشوف خضرها في قلب الأرض. عرفت. اما اللي هي الفرنساوي والكارات اللي هي التانية والدنمارك والكلام ده 25 يوم 30 يوم لا بتخضر، بس بيبقى عنقار رفيع بقى، متبقاش زي الاستوكلاند عمرها. مال استوكلاند معروف. هي يعني شفت عين ايليا لسه طالع، اللي هي الشبح دي طالع عامل ازاي، دي كانت تلاقيه مسلوع. عرفت. اي عين لسه تشوف له عين صغير اهوت وتلاقيه طالع محمل. ها يعني دي بدأت تنقر اهي. ايوه هي واحدة تانية وراك اهي. وهي. عرفت. لسه بتطلع برا الشربة هي. ربنا يتم خيرها على خير وبسلتنا هيت. طبعا البطاطس الشبح دي ما بتخضرش الا عليه ال 52 يوم بتبدأ تسطر، يعني بتسطر يعني ايه؟ يعني الخط تبقى واقفة كده. هي بتغيب، هي اكتر كرة بتغيب على ما بتغدر، ولو الكرة النظيفة اللي بتغيب على ما بتغدر بتبقى الاصلية النظيفة. انا غدرت يعني انا جبتها استوكلاند وغدرت على 25 يوم و30 يوم ما تبقاش استوكلاند عمره. لان الاستوكلاند من ال 40 45 يوم تكون مغدرية. الاستوكلاند الوردي يعني زي الفرنساوي بتخضر على 27 يوم. انا زارع كارة فرنساوي برضك على ال 30 يوم هتلاقوها مسطرة ان شاء الله. زارعها يوم بقالها الوقت بالظبط 12 يوم ولا 3 كام 15 يوم. يا ابني ليه؟ احنا راويين على 14 يوم. طب انت راوي بالك كام يوم؟ بقالنا 17 يوم من زراعتها. طيب عرفت. بس المرجعانة خد بالك ما بيمشيش الا بعد ما بيتروي، يعني تحسب لها من عند الري في 5 ايام يعتبر مطيبة. عرفت. قول يا رب يجعل سنتنا لبن ان شاء الله. هنبدأ الشغل بقى فيها بالمسحة، هنسوق المسحة في قلبهم ان شاء الله. ما هو ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاه، ما بيقولكش نام يا عبد. لسه واللي بترفع الشربة هي لسه اهي لما تيجي تبحر كده لا نجيب لك واحدة محلبة اهي. كسرنا الحليب حرام علينا. دي كانت محلبة اهي. يعني ده اسبوع. اسبوع على على زي ما انا قلت بالظبط، لان هي الوقت بقالها كام يوم. بنقول بقالها 40 بتاع 40 يوم 45 يوم، يعني عايز لك كمان على 52. طيب اسبوع ماشي معاك الاسبوع هتيجي تبص هتلاقي فيها خدير. هتلاقي فيها خدير بقى، فيها خطوط سطرت ولسه مثلا يكون مثلا غايبه
5% ولا 10%، مش حاجة لا تذكر يعني. عارف؟ ان شاء الله باذن الله من غير مطر. هيطلع قدام كده. اي ايوه، ما هي تبدا بقى. انت معاك الاسبوع ده كل يوم هيظهر لك 5% فيه 10% فيه، تيجي تبص تلاقي على الاسبوع مكسره. يعني السيفر لسه اهو كلته اهو. حسن اهي اهي، يعني كلته ايه. طلعنا بدل ديت بقى ايه. شوف بدأت تطلع. كلها خلاص بقى. كانت اهي فين بقى؟ كانت فيها بقى 45 45 يوم. ديت بقى لو كانت اسبونطة كانت زمانها بتتعزق دلوقتي. اتعزق ايه؟ اه او اي قارة من القارات التانية كانت زمانها اخضرت كلها. هي ديت الدعوة الوحيدة اللي بتغيب في الخليج. انا كنت زارعها السنه اللي فاتت. ديت كانت مزرعة في ارض الشمس. ما شاء الله ما شاء الله. وجبنا لهم الدواء اهو. جبنا لهم دواء اهوت عشان العفش والبتاع اهو. الدواء دي بقى بترش. والبطاطس كبيرة، زرع فاصوليا بتاع بسلة، زرع بصل، زرع توم، اي حاجة مزروعة ما بتضرهاش. ودي الغله هي برضه جنب مننا اهي. وديت ارض غلة جنب مننا اهيت. ودي بطاطس اهيت برضه مزروعة. زرعين بصل اهوت وحاجه انسبكشن في السلكشن اهي. سقينا حلو مقدرك اهو. وخلي بالكوا بقى، وخلي بالك ان الارض ديت لسه ما بدأتش تنتج زي اراضينا. ماشي يعني الارض ديت يا عم، ما فيش ارض وحشه. الارض حلوه بصاحبها، ايه وحشه بصاحبها. هو ديت ايه يعني. ديت ارض معانا بالايجار. ديت بتاعت فاطمه اخت منى خالة محمد. ديت معانا بطاطس ايجار، برسيم ايجار، رز طبعا ايه بنزرعه لها بالنص، ذره بنزرعه لها بالنص. اما بقيت اي زرعه تانية غير الزرعتين دولت بتبقى ايجار. ليه؟ لان طبعا هي ما تستغناش عن الرز ولا عن الذره. الارض دي كنا واخدينها كانت ارض معدومه 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 يعني. الحته دي كانت شرب ولا ايه؟ حاسب هو ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك يا ابني. ديت بسله اهيت. بس الغربان بقى ايه كانت ساعدتنا فيه. ما تلبسش عندك كده عشان الارض طريه. فكل سنه وانتم طيبين، وربنا يرضينا ويرضيكم ويرضي كل واحد يا رب على قد شغله وقد تعبه. واو واو ايه رب يعني. انت اذا اشتغلت هتلاقي عامل زي اللي بيطبخ الطبخه. طبختي كلت وشربت. ايه دي التوم اهو. دي زرعين. وهي الحته اللي جنب الجره ديت طبعا ايه ما بتتمرش الزرع بطاطس عشان ما تيجي تتخلع يبقى زرعينها توم اهو. يعني الارض ما بترجعش يا جماعه. الارض ما بترجعش يا جماعه الخير. اي حاجه بتحطوها بتلتقيه وربنا برضاكم منها وربنا يرضي.
كل مكان يا رب. ربنا يرضي يا رب. ودي غلهيات، والجو جو حلو. ودي بطاطس فرنساوي اللي هي بتترش هناك ده ايه. روح صلاة النبي، اللهم صل على النبي. ربنا يرضي كل من كان يا رب. ربنا يرضي يا رب كل من كان، ويودي لكل واحد على قد تعبه وقد مجهدته وقد شغله. بتقول ايه؟ ها؟ بتقول ايه؟ حتى الجسر اخضر اهوت. الجسر اخضر علشان جنب منه منين لا والجسر البيت المنصب شداه. مخدرين اهم. ها اهم. لا الارض ديت انت ما تقلقش عليها في التسليك ولا في الشغل، لان هي ارض سايبه اصلا. لا بس لما بتنشف بتقوم الحافة. لا مش هتبقى زي عندنا غادي. لا والله النبي يابا هنا بتنشف بتيجي تخبط المسحة بترد في وشي. يلا شوف شيرهم. يلا يا جماعة الخير، جمعة سعيدة عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. حلاوة البتاع الباز ده بقى ان يعني شوفوا الجسر ده اهو، بدل ما يتصاب فاضي، الشبحة بتاعت المنصل ده ايه مزرعة تومة. توم أو بدل ما تشتري أو بتاع بينفع، وبشجعك إن أنت ترشيه، وبشجعك إن أنت تنقيه، وبشجعك انك تنزل تنظف في الجسر وبتاع، ما هو زرع. شوية التوم بيجوا يتحطوا في الدار بتنساهم ولو مش بتنساهم بقى، بيشتغلوا عبء عنك، ولا عايزين توم ولا عايزين بصل ولا عايزين بتاع. يعني اهو بصل مزروع اهو. ما تقومش بس الصبح مزروع الصفراء اللي ما غير. تقومش الصبح تلاقي مراتك بتقول لك عايزه شويه توم. هات فلوس. ربنا يرزق يابا، ربنا يرزق كل من كان يا رب. يلا بقى اما نروح نشوف ايه يا جماعه، كانوا رايحين يشوفوا لك سمك. يلا لان انا دوخت. يلا تحبش انت كنتش بتحب تزرع جذور بطاطس؟ شوف علشان الهرس بس. والله اجدع حاجه الجسور دي. هاي شوف ما شاء الله. يلا